congratulations بنستخدمها في التهنئة. الكلمة دي بتنطق بطريقتين وليها بديل. يلا نشوف. الكلمة دي بتحتوي على 5 أصوات متحركة وبالتالي تكون مكونة من 5 مقاطع صوتية، بيبقى في فاصل ما بين كل مقطعين صوتيين متتاليين. هعلمك ازاي بتحط الفاصل ده بعد كده، بس خلينا في نطق الكلمة. بعد ما تقسم الكلمة لمقاطع صوتية بتبدأ تتدرب على نطق كل مقطع صوتي وكأنه كلمة لوحدها. المقطع الأول بيحتوي على صوت متحرك اسمه شوا. لما بيجي في نص الكلمة قلت لك بينطق ازاي؟ بتقول ايه تضيفه للساكن اللي قبله فتقول كي وتلغي الوقت. كن ملوش اي وقت خالص. كن. المقطع الثاني بيحتوي على صوت متحرك اسمه شورت اي، وده عامل زي مد الالف عندنا في اللغه العربيه، وقته طويل بس رقيق حنين. اوعى تفخمه وتقول لا. يبقى نطق المقطع جرا. اول مقطعين على بعض كونجرا. ثالث مقطع بيحتوي على صوت متحرك اسمه شوا. قلت لك بينطق ازاي؟ بتقول وتضيفه للساكن اللي قبله فتقول تشي وتلغي الوقت تش. فيبقى نطق الثلاث مقاطع congrats. رابع مقطع بيحتوي على صوت متحرك اسمه long a، وده نطقه نفسه نطق حرف ال a. بتقول تضيفه للساكن اللي قبله فتقول lay. يبقى الاربع مقاطع على بعض congratulate. خامس مقطع بيحتوي على صوت متحرك اسمه شوا، وده بينطق ازاي؟ بتقول تضيفه للساكن اللي قبله شي وتلغي الوقت بتاعه، ملوش وقت خالص شنز. يبقى نطق الكلمة congratulations. في نطق تاني للكلمة دي وبقى أكثر شيوعا الأيام دي. اللي بيحصل في المقطع الثالث بتشيل صوت التش وتحط ج. دي جيم كده مضغومين في بعض ج، فتبقى congratulations. ممكن بقى تستبدل الكلمة دي بكلمة congrats. الكلمة فيها صوتين متحركين بس وبالتالي تكون مكونة من مقطعين صوتيين في فاصل ما بينهم. المقطع الأول بيحتوي على الصوت المتحرك اللي اسمه شوا. بتقول كن. المقطع الثاني بيحتوي على صوت الشورت مد ألف حنين congrats. بسيطة خالص. ادعمنا بلايك وشير واكتب لي كومنت بأصعب كلمة عندك عشان أبسطها لك. ادخل على موقعنا perfectioncourses.com واتفرج على محاضرة مجانية مدتها ساعة بنوريك فيها تطبيق عملي للخطوات اللي لو عملتها هتتكلم إنجليزي بطلاقة وبلهجة أمريكية سليمة في 3 شهور بس.